اكتر حاجة بتعطل تطورك مش الماضي، ولكن النسخة اللي انت كنتيها زمان هي دي اللي بتعطل. لو كل ما تفتكري نفسك زمان بتحسي بالاحراج او جلد الذات، فالفيديو ده ليكي. هلو، عاملين ايه؟ اهلا بيكم يا حبايبي، ازيكم عاملين ايه؟ انا حبيبه الخولي، والنهارده هنتكلم في فيديو جديد عن ازاي تتصالحي مع نسختك القديمه. انا كنت فاكره ان علشان اتطور لازم انسى انا كنت ايه زمان وابعد عن اي حاجه تفكرني بيه، بس الحقيقه اللي اكتشفتها مؤخرا ان النسخه القديمه ديت ما بتختفيش، ده بتبقى جزء متأصل منك، وبتبقى كده جزء كده من هويتك. لو انت ما تصالحتيش معاها كويس فهي كده كده لسه جواكي، انت بس اللي رافضاها. هدف الفيديو النهارده جايه علشان اعلمكم ازاي تتصالحوا مع نسختكم القديمه، ومع احساسكم بجلد الذات واحساس بالذنب او الاحراج عامه من النسخه اللي كنتي عليها زمان. اوكي، فيلا بينا. بصي، خليني اقولك على حاجه ممكن تضايقك شويه. انتي مش كارهه النسخه القديمه او مش كارهه النسخه اللي كنت عليها زمان، انتي بس كل الحكايه ان انتي مش متصالحه معاها. فبالتالي احنا جايين النهارده علشان نصالح انتي ايا كان اسمك. يعني هكلم نفسي، عايزين نصالح حبيبه صغيره او حبيبه القديمه بحبيبه الجديده او بنسختها الجديده، نصالح الاتنين على بعض بحيث ان انتي تبقي ماشيه حياتك كلها حاسه بسلام نفسي، حاسه ان انت كده مش اللي هو كده في صراع بين النسختين، او بين تحسي كده بانفصال الهويه او بالتشتت او بالصراع ان في مني قديم وفي مني جديد مش عارفه اكون مين فيهم. لا، احنا عايزين نتصالح مع النسختين عشان نمشي كده مع بعض، يعني ايه، تكون النسخه ديت بقت حاجه واحده، نعرف نكمل حياتنا ونمشي بشكل كويس جدا في حياتنا. كل مره بتقولي انتي كنتي ضعيفة او انتي ساذجة، بتقولي على نسختك القديمة انتي ضعيفة، انتي ساذجة، انا ضعيفة، انا ساذجة، انا فاشلة، انا ازاي اتصرفت كذا، انا كنت بعمل حاجات غلط، او كنت بعمل ايا كان بقى ذنوب، بعمل تصرفات غلط، سلوكيات غلط. انتي كده مش بتوصفي نفسك، يعني انتي بتحكمي على نفسك وبتعلقي او بتنصبي محكمة، تمام، وانتي جواها وبتقعدي بقى تحكمي زي القاضي كده على تصرفاتك زمان. بس هل حد قالك ان النسخه بتاعت زمان دي كان عندها الوعي اللي عندك دلوقتي؟ اكيد لا طبعا. هل كان عندها نفس التفكير ونفس التصرفات او نفس يعني السلوكيات بتاعت زمان؟ يعني النسخه القديمه دي كانت بتتصرف على حسب اللي هي كانت شايفاه زمان. يعني لو هي كانت بتعلق زياده ده كان عشان هي محتاجة امان، لو هي كانت بتسكت فده علشان كانت هي خايفة تخسر شخص، تخسر الموقف اللي قدامها، او حتى تخسر نفسها، فبالتالي كانت بتختار السكوت. طب نعمل ايه بقى علشان نتصالح مع نسختنا القديمة؟ مش هقولكوا كلام بس نظري او كده، احنا هنعمل شوية تمارين. التمارين ديت موجودة في علم النفس، موجودة تقدروا تسألوا عنها في أي حتة هتلاقوها موجودة وعملية جدا. احنا نعمل 4 تمارين أو 4 خطوات علشان تتصالحي مع نفسك. أول تمرين وهو تمرين الرسالة، إنك تجيبي ورقة وتكتبي فيها رسالة لنسختك القديمة أو لطفلتك الداخلية أو أي كان. بعد كده برضو هنبقى نعمل فيديو او نبقى نعمل فيديو نتكلم فيه عن طفلتنا الداخلية، ازاي نتصالح معاها، ازاي نسمعها ونلبي احتياجاتها. حاسه ان هي فكره حلوه قوي، باني مهتمه اصلا بالمواضيع ديت، فان شاء الله هعملها لكم. اكتبوا لي الموضوع ده تحت في الكومنتس. فاول تمرين هيكون تمرين الرساله، انك تكتبي رساله لنسختك القديمه. اقعدي لوحدك، امسكي ورقه وقلم، اكتبي رساله الى نسختي القديمه او اي عنوان انت حباه يعني. فاقعدي كلميها، قولي لها مثلا انا ليه كنت بتصرف التصرفات الفلانيه دي زمان، وانا ليه كنت بفكر زمان، اكتبي علشان كذا، مش ان انت تكتبي عشان تحاكميها. يعني ما تقعديش تلوميها او ايا كان، لا ده انت تطبطبي عليها اكن بيبي قدامك، وانت يعني انت يعني مش جوه البيبي ده، انت براه، تمام، انت شايفه بيبي قدامك بيعمل تصرفات، فانت تكلمي اكن البيبي بتاعك ده، اعتبري ده نسختك القديمه، فقولي لها انت ليه كنت بتعملي كذا،
فانت بقى تخيلي الرد بتاعها، بتقولك مثلا عشان انا كنت خايفه، عشان انا كنت حاسه ان انا محتاجه تقدير، محتاجه ان انا اعمل كذا كده. هتلاقيها هي بتطلع اجابات، مجرد ما بتسالي السؤال هتلاقي اجابات كتير بتبدا تطلع. بعد الرساله ديت لما تكتبيها هتبداي تحسي براحه. وشوفوا ممكن تشوفوا التمارين ديت مثلا على بنترست، تشوفوا مقالات على النت برضه، تبقى الموضوع حلو جدا. وتاني تمرين وهو اسالي السؤال ده، هي كانت محتاجه ايه وقتها وما خدتهوش. السؤال ده يعني ممكن يغير حاجات كتير قوي. مجرد زي ما انا قلت لك في التمرين الاول، لما بتسالي سؤال بس كده من غير تقعدي تجاوبي، يعني انت تسالي سؤال بس ايه اللي هي كانت محتاجاه نسختي القديمه وما خدتهوش، واقعدي بس كده ايه دقيقتين تفكري، هتلاقي كميه حاجات طلعت لك فجاه، مجرد افكار، حاجات طلعت على السطح. اكتبي بقى، اكتبي ده كله، وابداي شوفي بقى انا كنت محتاجه ايه زمان. انا كنت محتاجه امان، هل كنت محتاجه ان انا اتشاف، هل كنت محتاجه ان انا اتسمع. اكتبي كل ده. وبعد كده في التمرين الثالث وهو ان انا ادي لنفسي ده دلوقتي، انا كنت محتاجه ايه، هل كنت محتاجه التقدير، ان انا اتشاف، ان انا اتسمع. خلاص نبدا ندي ده لنفسنا، نشوف ايه الاحتياجات اللي احنا محتاجينها واللي نقدر نلبيها احنا بنفسنا، تمام، ونبدا يعني نلبيها فعلا. لو كانت من اشخاص مختلفه تمام، لكن ما تعلقيش احتياجاتك ديت على شخص واحد فقط، لانك حتما هتتعلقي. يعني ممكن مثلا مامتك تديكي الامان ده، ممكن باباكي هو اللي يكون بيديكي الامان او بيديكي التقدير، فانت وزعي اهتمامك ده. ما تكونيش بتاخدي التقدير والاهتمام والامان وكله مثلا من باباكي، لا، خلي شوفي مامتك مميزه بايه وخدي منها، شوفي باباكي مميز بايه وخدي منها. عندك صحاب، ما تخليش صاحبه واحده اللي تاخدي منها الاهتمام وان هي تكون بقى البيست فريند، وان هي تسمعك وان هي تشوفك، وكل ده في واحده. اوكي ده حلو، بس في الزمن ده ما عادش في كده. فبالتالي ممكن ان انت بعد ما تتعلقي بيها، واكيد هتكونوا انتم متعلقين ببعض جدا، ممكن حد فيكم يبعد عن التاني لاي ظروف، وعادي احنا كلنا بنتغير. فبالتالي عشان كده بقولك ان انت توزعي احتياجاتك على معظم الناس، على مختلف الناس، ما تخليهاش من مصدر واحد بس. وطبعا المصدر الاول والاخير ان انت تاخديها من ربنا، والنقطه دي انا سايباها للاخر علشان دي اهم حاجه، ان انت اصلا تاخدي احتياجاتك كلها من ربنا. ده شيء عظيم جدا وشيء هيشفي عندك حاجات كتير. انا الكلام ده عارفاه من زمان، بس ما كنتش مستشعراه ولا مدركاه، فبالتالي بدات اعمله من فتره، ان انا اخد الاحتياجات بتاعتي من ربنا، وان انا استنى ربنا يلبي لي كل اللي انا عايزاه بقى، سواء كان اهتمام، تقدير، ان انا اتشاف، ان انا اتسمع. فبالتالي بطبق ده دلوقتي واحده واحده وببحث في الموضوع. ممكن ابقى اقولك النتائج اللي انا توصلت له، بس لحد دلوقتي دي كل معلوماتي عن ازاي ان انا اخد احتياجاتي من ربنا. واول حاجه قلتها لك هي انك توزعي احتياجاتك على كذا شخص، علشان ما تتعلقيش بشخص واحد بس، ان انت تاخدي او تستني منه ان هو يديكي كل الاحتياجات دي وهو ما يبقاش قادر. ومش معناه ان هو يكون شخص وحش، لا خالص، هو شخص عنده كمان حياته، هو عنده كمان احتياجات، عنده حاجات تانية كتير. فبالتالي مش ما تتوقعيش منه ان هو يديكي كل الاحتياجات، هتبقى كتير عليه، فاهماني؟ رابع تمرين وهو غيري طريقة كلامك مع نفسك. بدل بقى ما تقولي انا كنت غبية، او انا كنت بلس جملة سلبية، انا كنت غبية، انا كنت فاشلة، انا كنت كذا وكذا وكذا، ابداي قولي انا كنت مثلا هنا بتعلم. انا كنت، يعني لو قلت ان انت كنتي فاشلة، قولي انا كنت بتعلم في الوقت ده. انا كنت غبية، انا كنت محتاجة اتصرف بالشكل الفلاني. بس مش ان انا الوم نفسي او احاكمها، لا، يعني اللي هو بقيم تصرفي زمان، بس مش ان انا احاكمه او اعلق لنفسي القديمه حبل المشنقه. ففي فرق كبير بين ان انا اجلد نفسي وبين ان انا اتعلم، فاهماني؟ وعايزه اقول لك رساله، لو فضلتي ترفضي نسختك القديمه دي وتكرهيها، عمرك ما هتتصالحي معاها حرفيا. هتفضلي تعيشي في نفس السيناريو ده كل مره، ومش هتوصلي لحل او ان انت تكسري الدايره دي كلها. هتفضلي تلفي في نفس السيناريو ده كل مره، بس بشكل اشيك شويه. يعني هتلاقي المواقف مش شرط ان هي بتتكرر، بس هتلاقي نفس الدروس هي لحد ما تتعلميها. ممكن المواقف تتغير، بس تحسي ان انت مثلا يعني حاسه ان انت مش متشافه، اوكي،
فانا حاسه ان انا مش متشافه. هتلاقي بيحصل مواقف مختلفه مع ناس مختلفه وفي الاخر هتحسي بنفس الاحساس ان انت مش متشافه، فاهماني؟ فالتصالح مع نفسك مش انك تحبي كل حاجه عملتيها، ولكن هي انك تفهميها وتسامحيها وتكملي. فعايزاكي تعرفي ان النسخه اللي انت عليها دلوقتي ديت كانت مبنيه على النسخه اللي قبلها. يعني لولا وجود النسخه اللي فاتت دي اللي انت مش حباها واللي انت بتكرهيها، ما كنتيش انت هتبقي كده دلوقتي. فلو كرهتيها ده معناه ان انت بتكرهي جزء منك، جزء من هويتك، جزء مربوط بيكي بيكمل يعني جزء اللي هو الاساس اصلا، وهو اللي خلى حالتك دي دلوقتي البنت الناجحه، البنت الكويسه، البنت المؤدبه. فنسختك اللي هي كانت زمان ديت مبنيه على نسختك، قصدي الجديده مبنيه على نسختك القديمه. هي جزء لا ينفصل عنها بصراحه. فيا ريت تطبقي التمارين ديت بجد، تعمل معاكي نتائج كويسه. وابدأي اقعدي بهدوء كده، افهمي نفسك. ودي اكتر دعوه يعني انا بدعوها للناس. اقعد مع نفسك علشان تفهم نفسك، اقعد مع نفسك اسمعها، اقعد مع نفسك عشان لازم تفهمها، لازم تفهم نفسك من خلال بقى طرق كتير قوي يعني هبقى اقول لكم عليه. بس الفكره او الهدف كله هي انك تفهم نفسك. فدي ان شاء الله تبقى رسالتي من القناه ديت، ان انت تفهم نفسك، وان انت يعني انت لو ما فهمتش نفسك مين اللي هيفهمها؟ هل حد تاني يجي يفهمها لك؟ يعني لا. ديت الرساله اللي انا عايزه اقولها لك او اقولها لك. وانت ماشي في طريقك في الحياه ما تنساش ان انت تفهم نفسك، وان انت تحبها، وان انت تقدرها. وقولوا لي تحت في الكومنتس ايه اكتر حاجه لسه مش مسامحين نفسكم عليها، ويا ريت بجد تتفاعلوا وتشاركوني اجاباتكم عشان هتفرق معايا كتير قوي حرفيا بجد. انا حابه بجد اسمع منكم وحاسسكم ان انتوا مسموعين ومتشافين. فيا ريت بجد تكتبوا لي تحت في الكومنتس اول ما تشوفوا الفيديو ده ايه اكتر حاجه مش مسامحين نفسكم عليها لحد دلوقتي. بس كده، يا ريت يكون فيديو النهارده خفيف ولطيف. فبس يعني اشكركم ان انتوا كملتوا معايا كده للاخر. وبس، تشاو تشاو.